متابعي قناة بريك نيوز، لا تنسوا الاشتراك والضغط على لايك إذا أعجبكم الفيديو. بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان المغربي سعد المجرد في الساحة الفنية المصرية، قام بإحياء حفل فني مميز في شرم الشيخ. ومن خلال هذه الزيارة الخاصة، أعلن سعد عن اسم أغنيته الهندية الجديدة والتي ستجمعه بالفنانة الهندية المشهورة شريا غوشال. وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق الحفل، سئل سعد عن الصور المنتشرة له مع نجوم السينما الهندية وعن سبب تواجده في الهند بكثرة في الفترة الأخيرة. وبالإجابة عن هذا السؤال، كشف سعد عن تصويره لكليب أغنية مغربية هندية بعنوان يا لالا، والتي تجمعه بالمغنية الهندية شريا غوشال والممثلة المعروفة جينيفير وينجيت. سيغني سعد المجرد لأول مرة باللهجة الهندية والمغربية، فيما ستقوم شريا غوشال من جهتها بالغناء بالعربية كتجربة فنية جديدة بالإضافة إلى لغتها الأم. وستتميز هذه الأغنية بطابعها الرومانسي الهندي المميز. ومع كثرة الصور المنتشرة لسعد مع نجوم بوليود ومشاهير السينما الهندية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل سيرى سعد المجرد في عمل بوليودي مستقبلا؟ أم أنها لا تعد أن تكون مجرد صداقات فنية لا تتجاوز حدود العمل الفني المشترك؟ سننتظر ونشاهد ما ستكشفه الأيام المقبلة، في الوقت الذي لا زال جمهور سعد المجرد يتطلع إلى الكثير من الإبداعات الفنية القادمة هذا الصيف.